مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ. يتفضل سيادة النائب محمد أبو العينين بالحديث. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة يعني الموقع الجغرافي الفريد اللي بتتمتع به مصر يدعونا إلى تعظيم القدرة التنافسية لكل الموانئ البحرية المصرية. هذه الموانئ اللي تشهد النهاردة طفرة تنمية بشبكات الداخل مع مصر كلها. النهارده بنتكلم على التجاره الدوليه وسلاسل الامداد الدوليه ووضعنا احنا كموقع جغرافي فريد وسط العالم. العالم النهارده بدا يتنافس منافسه شرسه جدا، وبدا يرسم رؤى المستقبل بفكر جديد. شفنا طريق الحرير اللي جاي من الصين وطالع على اوروبا، وبدا يحط مراكز لوجستيه في الطريق بتاعه كلها طول الممر بتاعه من الصين الى اوروبا. وشفنا الموضوع الجديد بتاع البريكس، هذا البريكس الجديد اللي مصر ان شاء الله هتنضم عليه في يناير القادم، ايضا بيدي رساله محوريه الى تعظيم الاستفاده من كل الموانئ المصريه المحوريه. واضح جدا ان خط بتاع البحر الاحمر بدا يشهد تنافسيه كبيره جدا، سواء كان على الجانب الايمن او الجانب الايسر، وده الخط الحقيقه الملاحي اللي بيوصلنا الى افريقيا او الى باب المندب تحت الى الوصول الى شرق اسيا. انا الحقيقه بعتبر دي نقله حضاريه قيمه هامه جدا، فيها قيمه مضافه ممكن تساعد على دفع حركه الاستثمارات ودفع حركه التجاره الدوليه وسلاسل الامداد الدوليه، وبتنقلنا الحقيقه نقله حضاريه، لانه لما تيجي شركه دوليه كبيره لها باع كبير في التجاره الدوليه بيكون معاه شبكه التوزيع بتاعته. القصه النهارده بنتفق على 700,000 حاويه هتصل الى 3 مليون حاويه. ال 3 مليون حاويه دول لما ينزلوا في سفاجه ويبداوا يتحركوا في موانئ اقليميه موجوده هتنقلنا نقله ثانيه. زي ما قال السيد المقرر، دي البوابه الحقيقه الرئيسيه لبوابه الصعيد للتجاره الدوليه المثلث الذهبي او لمدن الصعيد سواء كان في الغردقه او قنا. وانا شايف ان ربط هذا الميناء بالموانئ المحوريه الاخرى وبشبكه الطرق الحديديه وبشبكه جديده من المناطق اللوجستيه والمناطق الصناعيه في الظهير بتاعها، آن الأوان احنا نخطط هذا التخطيط عشان يكون ورا او خلف كل ميناء محوري هام مدينه صناعيه كبيره نقدر احنا نوصلها للعالم، تبقى منطقه لوجستيه وخدميه وفي نفس الوقت منطقه صناعيه للتصدير على مستوى العالم. انا يا فندم من حيث المبدا موافق، وبقول يا ريت كل موانينا تسوق على يعني محاور التجاره الدوليه. وشكرا سياده الرئيس. شكرا سياده النائب.